السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ويا ريت بعد إذن إدارة النادي الأهلي، هو أولا في دعوة منكم لله إن أنت تجيب لي مدرب بالمنظر ده، مدرب مبتدئ ملوش أي سي في أو سيرة تاريخية في التدريب، وتمسكوا سكواد النادي الأهلي المرعب ده، وانزل النهارده اتغلب من بيراميدز. ستر ربنا ان اتغلبنا 2 ومحدش. هو فين النادي الاهلي يا جدعان النهارده؟ انت كام كرة عملتها غير ببس مجهود فردي؟ وايه يا اسطى، هو انت بايع الدفاع والخط النص؟ ديانج لوحده في وسط خط نص بيراميدز يا اسطى، ده كان في مساحات فدادين ورا يا اسطى، ده ولا الفدادين اللي كان ورا ارنولد بتاع ليفربول يا اسطى. والله العظيم ده انت كنت تجيب فردين من العيال اللي بتعزق وتزرع الغيطين دول فدانين جزر وخس وخيار. مباراة قمة القرف والخرا والعك الكروي. يا اسطى انت بتعمل سويتش ليه؟ بتخلي بن شرقي اللي عدلته شمال يلعب يمين وتريزيجيه عكس. طب بلاش يا عم، لما رجعت بن شرقي في الشوط الاولاني وخليته يلعب شمال وعامل لك خطوره. هو بن شرقي يا اسطى يا عم ريبيرو، هو انت كده كده ماشي يا عم غرفه 60 ده هتاخد اللي جابك، ينعل ابو اللي جابك من لجنه التعاقدات. لجنه وسخه، لجنه اوسخ ما يمكن. الناس دي لازم تتحاسب على الفلوس اللي اتدفعت دي. انتوا لازم تتحاسبوا عشان تجيب لي مدرب دون المستوى. قول لي اصل كاس العالم لا يحسب وبتاع. انا يابا انا جايب لعيبه كلها اصلا منتخب مصر، جايب لي الحاجه خالتي تريزيجيه اللي عمرها ما رجعت. يا عم انا مش عارف انت جايب لي تريزيجيه ده ليه؟ تريزيجيه ده اسوأ محترف على مر التاريخ في مصر. اصل تريزيجيه جامد وبتاع مش عارف ايه والجبهه الشمال. انا نفسي اشوف الهجاصين والهليبه اللي قالوا ان صفقه تريزيجيه دي هتفيد النادي الاهلي. والله ما هتفيده بربع جنيه. يا راجل ده انت النهارده يوريشيتش كان بيعمل عليك التحولات الهجوميه، كان بيروح عليك بسبع لعيبه. يا راجل ده في كوره احمد بيكهام اتضرب بيها من ورا من المدافع، اقسم بالله. ايه يا اسطى وانت مدافع في الاهلي يابا؟ محمد هاني جون التاني ربنا يبارك لك، الواد بيلعب الكرة من عنده للباك عندك وحضرتك مش مغطي وبتترفع عادي وصباح الفل يا جدعان. اقسم بالله انتوا زي الفل. ولو الخطيب ساب ريبيرو يكمل، اقوى مسا عليكم يا جدعان، اقوى مسا. الدوري السنه ده يا جدعان للزمالك او بيراميدز. ولو لعبنا في افريقيا بالمنظر ده احنا استنوا فضيحه للنادي الاهلي. فضيحه غير يعني، فضيحه مدويه. انت النهارده مش عارف تروح بكره على بيراميدز. انت النهارده بايع خط نصك، بتروح لي بين رمضان وزيزو. طب وفين يابا اللي يرجع يسند مع ديانج؟ هو انت بتلعب بايه؟ ب4-1 4-1؟ لو انت جيت اتكلمت فني، هو فين يا اسطى؟ فين المدافع؟ فين يا اسطى الهجوم؟ خالتي اشرف داري اللي على طول بتتصاب كل ماتش، جايبين لعيب بيتصاب. طبعا بقى يعني انا مش هقول لك الجون الاولاني هو طبعا يعني الناس شافتها. لو الكرة فاول انت بقى وضميرك، يعني انا الكرة دي برضو انا بقى انا ما انا بالنسبة لي الحكم كان بيحسب على اقل غلطة. منظر غير طبيعي. الشوط الاولاني هرجله، الشوط التاني اوسخ واضل سبيل. ومعلش يا جدعان اعذروني على الالفاظ، اصل انا مش بطلع على ولا مؤاخذه على برامج ولا الكلام. يا عم انا بتكلم يا اما على اليوتيوب على قناتي فانتزي فور اول، يا اما على الصفحه بتاعتي نفس الاسم، يا اما على التيك توك. انا واحد مشجع يا عم. بعد اذنكم بعد اذنكم بعد الماتش ده لو سمحتوا مشي خالتي ريبيرو اللي جايه تعمل ولا مؤاخذه سي في علينا، وهو اصلا مدرب عيان ما يسواش ب 2 جنيه بصله. يا اما بعد اذن حضرتك روح هات موسيماني، هو اللي يعرف يلم لك الدنيا دي كلها. ان انت بالمنظر ده والله العظيم 3 يا جدعان، بالمنظر ده انا بقول لك هو فعلا نادي الزمالك هو عنده صحوه. خلاص يا جدعان. ناس تقول لك طبعا كان في اثناء الماتش تعليقات بطل افريقيا بيراميدز. اه يا عم الراجل بطل افريقيا، الراجل قعد 7 سنين بيبني فرقه وفي الاخر خد افريقيا السنه اللي فاتت.
العيب ان انا ما اعترفش واعمل زي بعض اللي هم ايه، الناس الاهلاويه اللي هم صناع المحتوى المشهورين، اللي بيقعد يهجص ويضحك ويضحك الناس ويطلع ويبقى زي الاراجوز، وفي الاخر لا يا باشا، اعترف بان منافسك المنافس بتاعك دلوقتي بيراميدز. ربنا يستر ان انا السنه الجايه ما العبش كونفدراليه بالمنظر ده، او حتى ما العبش افريقيا. منظر يعني والله العظيم انا ما عارف اتكلم تحليلي او فني. اتكلم في ايه؟ اتكلم في ايه بجد يا جدعان؟ هو الاهلي عمل ايه؟ انت هي الكرة اللي عملها شريف في الدقيقة 5 ولا اول دقيقة؟ وبعد كده انت فين يا اسطى؟ وسام ابو علي انا عارف ان موقفه زي الخرا، بس انت ما عندكش كواليتي المهاجم اللي كان زيه. الحمد لله. اتمنى بقى ان ادارة النادي الاهلي تفوق بعد اذن سيادتك، بعد اذنك، والناس اللي في ادارة التعاقدات اللي تسببت في مشيان او في عدم اتمام صفقات لينا ولا مؤاخذة بالمنظر الخرا ده، وجابت لك لعيبه بكواليتي زي واحد زي تريزيجيه ده، اتمنى ان الناس دي يتم اقالتها. كابتن خطيب، النادي الاهلي لجمهوره يا كابتن. النادي الاهلي لجمهوره، مش ولا مؤاخذه للشركه وللناس. احنا مش عاملينها ولا مؤاخذه كومبينه، حرقتوا دمنا، ربنا ينتقم منكم يا جدعان. انا كاهلاوي انا ليه اتحرق دم واتفرج على منظر زباله زي ده 4 مطوشه؟ اتعادل مع مودرن وغزل المحله يا راجل؟ الحمد لله، مبروك الدوري السنه دي مقدما للزمالك او بيراميدز ايا كان. اتمنى ان احنا نلعب افريقيا السنه الجايه، ما نلعبش كونفدراليه. شكرا. اتمنى انك تجيب لنا موسيماني عشان يلم الدور. السلام عليكم.